ايه، جيت يا نعمة اختي؟ ايوه يا سي عبد المجيد. امال ما دخلتهاش بالشربات يا جمالات؟ جاية حالا يا اخويا. شربات ايه يا اختي؟ ايه انت هتكسي ولا ايه؟ انا مش بتاعه الحاجات دي، هو انا لسه صغيره على الكلام الفارغ ده؟ مش صغيرة ده ايه، خشي يا عروسة شيلي الشربات وخشي شيلي. يلا يلا يا نعمة. يا سي عبد المجيد اسمع. ايه يلا امال يا حبيبتي، خشي ده مش هيكلفنا حاجة ابدا، هيشورك على حسابه. ايه دي الجوازة اللي تفرح، خشي خشي. يا اهلا يا اهلا يا معلم. اهلا بيك يا سعد المجيد افندي. اتفضل يا نعمة. نعمة يا معلم بطاوي. اهلا وسهلا يا اهلا. يا صلاة النبي يا صلاة النبي. اتفضل يا معلم الشربات. تشكر. اتفضل يا متولي. الله الله، على فين يا نعمة؟ معلش بقى مكسوف. لا مؤاخذة يا معلم. لا ابدا يا سعد المجيد، ما هي لازم تعمل كده. خلاص يا سعد المجيد، اتفقنا. متفقين يا معلم، في صحتك. اشرب بقى وانبسط يا سعد المجيد. ما تاكلي يا نعمة حتة فرخيتك، الله مالك؟ انا عارف مالها. إذا ما كنتيش هتاكلي حتتك هاتي حتة يا نعمة. خد يا حبيبتي. وانا اديني حتة يا نعمة. خد يا حبيبي. وانا كمان. خدوا اهو. ايه الحكاية يا نعمة، مالك؟ مفيش حاجه. رايحة فين؟ رايحه انام. سيبها دي تلاقي الفرحة مش سايعاها. ما بقتش عارفه اتصرف ازاي يا يوسف. شايفه الفرحه ماليه البيت، اختي اللي عمرها ما ابتسمت الضحكه ما فرقتش وشها، الولاد الدنيا ما كانتش سايعاهم من الفرحه وهم بياكلوا الفراخ والبيض. عبد المجيد جوز اختي لاول مره الاقيه بيتكلم مع اختي زي البني ادمين وبياخد ويدي معاها. اهو خفت اهد ده كله، خفت اطلع اللقمه من بقهم. ده العيال كانوا بيبصوا لي وفي عينيهم كل الامتنان والشكر لان السبب في انهم بياكلوا الفراخ. من سنين طويله وهم ما يعرفوش منظرها. مسؤوليه كبيره قوي عليا. ما بقتش عارفه اتصرف ازاي ولا اعمل ايه. طب والحل؟ مش عارفه. مش عارفه يعني ايه؟ يعني هتتجوزيه مثلا؟ مين اللي قال كده؟ ده لو حتى ما بحبكش لا يمكن اقبله، ده حرامي وغشاش. انت مضطره يا حرام. ما قلت لك ما فيش اي قوه هتجبرني على الجواز وانا مش عايزه. يعني ايه؟ يعني هتصرف. انت بتخرفي بتقولي ايه؟ ما بخرفش يا اختي ولا حاجه. طب الاول كنت بتتحججي ان اللي بيقولك فقرة، دلوقتي حجتك ايه؟ اهو راجل غني ومقتدر وعلى العال. اذا كنت خايفه طول عمري اشقي ولادي بالفقر، فانا اذا اتجوزت الراجل ده ابقى جنيت عليهم وعلى نفسي العمر كله. جنيت على ولادي باب جاهل غبي، سمعته معروفه، حرامي ونصاب وبيحقن الفراخ بالميه وبيتاجر في البيض الكسر عشان يغتني باسرع ما يكون. بقى مطلوب مني اني اجيب لاولادي اب فيه كل الصفات الوحشه دي. راجل وحش عنده 9 عيال، اجيب له انا كمان 9 عيال يبقوا 18 ابن حرامي ليه؟ عيالي الفرحانين اللي فرجت عليهم دول ذنبهم ايه؟ مش عامله حسابهم ليه؟ مش ابوهم ده اللي مربيكي وقاعده تاكلي من كده؟ طب ردي الجميل يا شيخه، جاتلك الفرصه تردي المعروف، رديه. انت بتعايريني؟ انا بشقى ليل ونهار باللقمه دي، انا ما حدش له جمايل عليا. ومع كده يا ريتني كنت اقدر، انا كنت ادي روحي لاولادك اللي هم اعز عليا من اي حد في الدنيا، لكن مش بالشكل ده. كلام ايه المعوج ده وحركات ايه دي؟ ايه يا جمالات، في ايه؟ بسلامتها قال ايه؟ مش عاوزه تتجوز المعلم بطاوي. ايه؟ مراتك بتقولي اني عالة عليكم، معلش استحملوني، فاتك كتير ما بقى الا القليل، انما ما تجبرونيش اعمل حاجه مش عاوزه اعملها، مش هعمل حاجه غصب عني. ده راجل مليان يا نعمة وهيخليكي. ما تتعبش نفسك معاها، انا عرفت كل حاجه. عرفت ايه؟ الحكايه فيها انت ايه يا جمالات؟ الحكايه فيها سر، الكلام ده ما يخشش النافوخ ابدا، كل واحد تطلعي لي فيه العبر والقطط الفطسانه. ايه يا اختي، تكونيش فاكره روحك البرنسيسه ولا السفيره عزيزه؟ انا لا برنسيسه ولا عزيزه يا اختي. ما انا عارفه انك لا برنسيسه ولا غيره، يبقى سبب قفلك الباب في وش اللي بيجيلك ايه؟ حاجه بقى احنا مش عارفينها. يعني هيكون ايه؟ ضروري ماشيه مع واحد مالي مخها. كلام ايه اللي بتقوليه ده يا جمالات؟ احنا حريم يا اختي زي بعض ونفهم في الحاجات دي. يا جمالات كده
ما يصح. واللي بتعمليه ده مش عيب يا